قبل ما نبدأ ملخص الفيلم يلا نكسب شوية أجر مع بعض. صلوا على رسول الله واستغفروا الله. انت دلوقتي داخل على كليبزو، القعدة بتاعت الناس التقيلة اللي بتحب تتفرج على فيلم كامل وهي رايقة بكوباية شاي ومزاج عالي. هنا بنختصر لك الحكاية من غير ما نبوظها، ونقدم لك اللحظة اللي بخلي قلبك يدق وتقول الله دي مش قناة، دي حكاية معمولة للعيار التقيل. زي ما بيقول عيسى الوزان يلا بينا. تنويه قبل ما يبدأ الملخص. يا جماعة والله أنا ببذل جهد رهيب، واللي مجرب المونتاج هو عارف أنا بقصد إيه. أنا بعتذر لو كان الصوت بيتغير لأني بستعمل مواقع مجانية، وببقى أعيد وأعيد لحد ما أحاول الصوت يكون مطابق. ده غير نطق الجملة اللي بخليه يكون متناسق. الفيلم الواحد بياخد مني 7 إلى 8 ساعات. أتمنى تتفهموا هذا حتى تكبر القناة وتشوفوا الشغل اللي على أصوله مشاهدة ممتعة. في فابة نائية في شرق أوروبا، خنزير بيجري بأقصى سرعة عشان يهرب من صاحبه. الخنزير ده بيفضل يموت من الجوع وهو حر، أحسن ما يعيش عبد عند بني آدم. على طريق قرى، أجنبي اسمه سام سايق عربيته بيدور على أبوه اللي عمره ما شافه في حياته، وهو في واحد من القرى الأوروبية ما يعرفش حتى اللغة المحلية، لكن دايما معاه صورة لأبوه وبيوريها لأي حد يقابله بيسأله كعرف الراجل ده. وبعد محاولات فاشلة سام بيلاحظ ان الصورة اللي على الكرسي الجانبي بتتحرك لوحدها بطريقة غريبة ويتشتت تركيزه، وفجأة يخبط خنزير في نص الطريق. سام بينزل بسرعة يطمن عليه وبيلاقي الخنزير متصاب جامد، فياخده في الكنبة ورا ويبدأ يلف ويدور على أي حد بيساعده. الليل بيجي وفي الآخر بيلاقي محل بس بيكون مقفول ومفيش ولا بني آدم حواليه. لما بيرجع يبص على الخنزير يكتشف انه مات. سام ياس فبيبدأ يحفر حفرة جنب الغابة عشان يدفنه، لكن فجأة بيسمع صوت جاي من بين الشجر. بيرفع راسه يشوف شخص واقف بيبصله وبيجري مرعوب وهو بيصرخ، والغريب الصوت ده بيصحي الخنزير. هو ما كانش ميت. سام يرجع يجري بيه على العربية، وفجأة يطلع له نفس الشخص اللي كان مستخبي، نكتشف انها كيركي صاحبة الخنزير. الحمد لله بتتكلم انجليزي، ولما سام بيعتذر لها على اللي حصل يعرض عليها يرجعهم للمزرعة بعربيته، بس وهو سايق بياخد باله ان الخنزير بيرتعش في حضنها وكأنه مش عايز يرجع البيت. يوصلوا والخنزير بيرجع لاخواته في سريبة، وكيركي تقدم له اكل وشرب، لكن لما سام يسألها عن ابوه تقول له انها ما تعرفوش، بس تعرض عليه يبات عندهم الليل. سام ينام بسرعة من غير هدوم، وفي نفس الوقت كيركي تطلع بره تبص على النجوم وتشكر امها الميتة على الهدية العظيمة اللي بعتتها له. بعد كذا ساعة سام يصحى فجأة على دخول ابو كيركي جوستافس، ومعاه يانكوكس شغال في مزرعة الجيران. سام مش فاهم هما بيقولوا ايه، بس جوستافس بيبصله ويقول الولد ده قوي، وفجأة يانكوكس يخبطه نطحة في راسه. صحي بعدها وهو مربوط بسلسلة في الحظيرة وحاطين له طوق كأنه كلب. يانكوكس باين عليه غيان من سام وبيهمس لجوستافس انهم لازم يقتلوا الراجل ده قبل ما يخطف قلب كيركي، بس جوستافس يتجاهله ويمشي، ويانكوكس يفضل يركله بسبب الغيرة. كيركي تحاول تكون طيبة تكنس له التبن عشان ينام عليه، وسام يحاول يفك السلسلة بس مفيش فايدة. يحاول يتوسل لها تفكه، بس جوستافس يدخل ويمسك عصاية ويضربه بيها من غير رحمة. يصحى الصبح بردان وموجوع. كيركي وجوستافس يجوا بدلوين، واحد فيه أكل بايظ ليه والتاني فيه أكل للخنازير. كيركي تشرح له إنه لو عايز ياكل زي الناس لازم يطعم الخنازير الأول، وإلا جوستافس هيضربه تاني. بس سام ياكل الجردل ويصرخ أنا مش خنزيركم. جوستافس يتهيج وعايز يضربه، بس كيركي تهديه وتقول له سيبه يجوع هيتعلم. بالليل يسيبوا له صينية أكل نظيف بس يحطوها بعيد عن إيده. سام يحاول يوصل لها برجله لكن بيوقعها، وخنزير تاني ياكلها كلها. أني يوم ماركس وفيل هيلمز رؤساء يانكوكس ييجوا وهم بيبصوا على الخنازير عشان يشتروا. سام بيطلب منهم يساعدوه، لكن الرجالة ياخدوا بالهم من جسمه القوي فيسألوا جوستافس يبيع لهم سام. يانكوكس يدخل في حالة هلع لما يعرف انهم عايزين يجيبوا سام بداله، ويتوسل لهم ما يعملوش كده. والمفاجأة ان الرجالة دول هم ابو وعم يانكوكس بس بيعاملوه كأنه عبد. جوستافس يرفض يبيع سام وبيقول انه مرسل من عند ربنا، فالاخوة يشتروا شوية خنازير ويمشوا. وفي نص الليل يانكوكس يرجع للحظيرة ويقطع السلسلة عشان يساعد سام يهرب، وفي اللحظة دي كيركي تطلع من البيت وتشوفهم، فيحاول يانكوكس يمنعها تجري وراهم وسامي يكمل جري. كيركي تقول ليانكوكس ان الموت ارحم من انها تكون معاه، بس لما يانكوكس يفضل يضغط عليها تتظاهر انها عايزة تبوسه، ولما يقرب منها تحاول تضربه، لكن يانكوكس بسرعة يوقعها على الارض ويهدد يقطع مناخيرها. في اللحظة دي سام يرجع فجأة ويحط السلسلة حوالين رقبة يانكوكس،
ويوقعوا هما الاتنين على الأرض ويتصارعوا، وفجأة صوت طلقة بيتسمع. جوستافس هو اللي ضربها. يرجع يانكوكس للبيت وجوستافس يمسك سام تاني يوم الصبح كيركي تدي سام بنطلون وأكل محترم كنوع من الشكر لأنه أنقذ حياتها. سام يتهمها إنها جابته المزرعة مخصوص عشان تحبسه، بس كيركي تفكره إنه هو اللي عرض يوصلها من الأساس. في الآخر سام يوافق يتعاون ويبدأ يغسل الخنازير، وبيحاول يوري لهم إن في حد لسه بيهتم بيهم. بعد كده جوستافس يركب له سلسلة أطول عشان يقدر يخرج يقطع خشب، وأول ما الباب يتفتح سام يشوف نور الشمس أخيرا، يجري بره ويحس بالدفى. لكن جوستافس يقطع عليه اللحظة ويطلب منه يقتل خنزير بالشاكوش عشان هيطبخوه للحفلة، وسام يتصدم من الفكرة. سام بيرفض يقتل الخنزير بالشاكوش علشان هيطبخوه في الحفلة، فجوستافس بيقتله بنفسه، وسام بيضطر ينظف الأحشاء والدم. الخنزير اللي سام أنقذه بيبص له وهو بيشتغل، وفجأة سام بيتفاجئ لما بيسمعه بيقول ماما قتلته ماما، فبيجري على جوه. تاني يوم كيركي بتهسل سام في جردل كبير وبتقول له إن جوستافس هيستعرضه في الحفلة علشان يخلي العيلة كلها تغار، علشان كده لازم يكون شكله حلو، وبتقول له كمان إنه لازم يكون قدوة لباقي الخنازير. بعدها سام بيلبس لبس حلو وبيودوه على السفرة، وهناك بيقدموا الخنزير للأكل. سام مسموح له ياكل ويشرب معاهم، بس السلسة لسه ربطاه. في الوقت ده يانكوكس متساب في الركن زي الكلب المتوسخ، وبعد العشاء بيشغلوا موسيقى وبيفرحوا، وكيركن بتسحب سام يقص معاها. يانكوكس بيتفرج عليهم وهو بيغلي من الغيرة، ولما ماركس وفيلهلمس أبوه وعمه بييجوا يرموله شوية بواقي الأكل، يانكوكس بيترجاهم يجوزوه لكيركي علشان يبقى له نصيب في المزرعة. بس الإخوات بيفكروه إنه مجرد كلب ليهم، وبيبدأوا يدوه أوامر. بيقولوا له ينزل على 4 ويهوهو، ويدوله طبطبة على بطنه كمان. وهو مشغول كلب المزرعة بيسرق أكله. فجأة جوستافس بيقف الرقصة وبيفصل سام عن كيركي، وبيقول إنه لسه ما يستحقهاش. كيركي بتقول له يروح، وهو راجع للحظيرة الكلب بيهوهو عليه، وسام على طول بينزل على 4 ويرد عليه بهوهو، فالكلب بيستخبى. وقتها يانكوكس بيطلع من بيت الكلب وبيهوهو على سام كأنه بيقول له نام في الزبالة. سام بيبص على كومة الزبالة وبيلاحظ إن عربيته قريبة، بيدخل جواها بالعافية بسبب السلسلة، ولما رجع جوه العربية بيحس إنه رجع لنفسه، وبيلاقي حتة حلوة في التابلوه بياكلها، وبعدها يلاقي مفاتيح العربية. يشغل العربية والمساحات بتشتغل وبتنظف الإزاز. بيشوف كيركي واقفة قدام العربية بتصرخ إنه بيحاول يهرب، وكل العيلة بييجوا يجروه تاني للحظيرة بالسلسلة. سام بيحاول يشرح إنه ما كانش بيهرب، وده أصلا مستحيل بسبب السلسلة، بس محدش بيسمع له، وجوستاف بيعاقبه قدام الكل وبيضربه بغصن شجرة. الكل بيمشي من غير ما يفكه، فسام بيقضي الليلة وهو حاضن عمود مربوط فيه. تاني يوم سام بيتربط بسلسلة قصيرة جدا مش قادر يتحرك خالص. وأثناء ما يانكوكس مع عامل تاني بيروحوا يشتروا شوية خنازير صغيرة، الخنزير اللي سام أنقذه بيجي يبص عليه. سام يقول له يبعد، لكن بعدها بيرجع ومعاه زرادية، وسام بيستخدمها علشان يفك السلسلة ويهرب. سام بيتسلل بهدوء وبيستخبى جوه عربية الخنازير، والخنزير الصغير بيطلع معاه. العربية تتحرك، لكن أول ما توصل للطريق فردة الكاوتش بتفرقع والعربية تتهز مسافة طويلة لحد ما تقع. يانكوكس بيخرج من شباك العربية ويشوف سام والخنازير بيجروا بكل قوتهم. في المزرعة كيركي تكتشف إن سام اختفى فبتنهار، وجوستافس يخرج يجري يدور عليه. سام يفضل يجري جوه الغابة، وفجأة يقع في حفرة مصيدة ويغمى عليه. بيصحى نص الليل يحاول يطلع بأي طريقة، بس مش بيقدر، وفي الآخر بيقعد يبص للنجوم ويعيط. الصبح حبل يقع في الحفرة، وسام يكتشف إن الخنزير جه علشان ينقذه. بيطلع فورا، والخنزير بيساعده يتخلص من الطوق والسلسلة. سام يلاحظ إن كل الخنازير التانية هنا كمان، فبيقرر يبقى قائدهم ويمشي بيهم في الغابة، خصوصا لما يسمع صوت ذئاب بعيد. لأول مرة في حياته سام محاط بأذان بتسمعه، فبيبدأ يتكلم معاهم بصراحة ويفضفض عن كل حاجة جواه. في الآخر بيلاقوا كومة زبالة في نص الحقل، وسام يتفرج عليهم وهم بياكلوا، وفجأة يحس إنه فاضي، مفيش حاجة يحبها، فشل في إنه يلاقي أبوه، وما عندوش طاقة يرجع بلده، ومحدش أصلا بيفتقده هناك. في الوقت ده كيركي مش قادرة تبطل تفكر فيه، ولسه عندها أمل إنه يرجع. بالليل سام بيقف يرتاح مع الخنازير، ويحس إنه عايز يضحك ويعيط في نفس اللحظة. الخنزير يقول له كلمة واحدة: كيركي. وسام يسمع صوت الذئاب تاني، فبيقرر يرجع لكيركي. الصبح يبدأ يمشي في طريق الرجوع للمزرعة،
والخنازير تمشي وراه رغم إنه قال لهم يقعدوا. أول ما يخرجوا من الغابة سام يسمع طلقة، يطلع إن جوستاف سفاريب بيدور عليه مع ماركس وفيلهيلمز ومستخدمين يانكيكس ككلب تعقب. سام يحاول يستخبى جوه حقل الذرة بس يانكيكس يتبعه بأنفه ويلمحه. جوستاف يوصلوا الأول ويوجهوا السلاح ويطلب منه يرجع الخنازير مقابل انه يديه سلسله اطول شويه. الخنازير كانت واقفه قريب بس ما نطقتش، وبعد شويه يانكوكس يوصل مع الاخوات. بما ان جوستافس مش عايز يضرب سام علشان عايز يرجع الخنازير الاول، يانكوكس يحاول ياخد السلاح علشان هو اللي يضرب سام. الرجاله الاربعه يدخلوا في خناقه وسام يلاقي فرصه ويجري بس يقف فجاه لما يسمع طلقه، بيرجع جاري يلاقي الخنازير بتلحس جرح رجل جوستافس، فسام يشيله وياخده على المزرعه. جوستافس يبقى ممتن جدا ويقرر يعامله كإنسان بجد ويديله إيفن يتجوز كيركي. وهي بتعالج جرح أبوها جوستافس يطلب منها تحتفظ بالرصاصة علشان يفركها في وش إخواته بعدين. بعدها كيركي تقول لسام إنها ضيعت الرصاصة وتخليه يطلعها من منطقة حساسة. بعد كده تترجم له كلام أبوها وسام يوافق يتجوزها، والخنزير الصغير بيتفرج عليهم من بعيد. بالليل وهم لسه هيبدأوا يقربوا من بعض يسمعوا نباح الكلب ويشوفوا نور جامد من الشباك. يخرجوا يجروا يلاقوا الحظيرة بتتحرق وصوت الخنازير بتصرخ وسام يجري ينقذهم. يانكوكس يظهر فجأة ويعترف إنه اللي ولعها لأنه اتجنن من خبر خطوبة كيركي. يحاصرها عند شجرة ويطلب منها تهرب معاه، لكن سام يطلع ويتخانق معاه. سام يخليه يوقع الشعلة قبل ما يتشابكوا، وبعد ما يانكوكس يفشل يخنقه سام يوقعه على الأرض ويدوس بإبهامه على عينه يخليه يصرخ ويتلوى من الوجع لحد ما يموت. أغلب الخنازير بتنجو بس للأسف واحد يخرج والنار مولعة فيه. بعد فترة كيركي وسام يتجوزوا وفيلهيلمز وماركس يدفعوا تعويض لجوستافس ويتصالحوا. في المستقبل يخسروا كل مواشيهم بسبب انفلونزا الطيور ويفلسوا وينهوا حياتهم. جوستافس يشوف بنته بتتجوز وهو مبسوط بس يموت من أزمة قلبية في نفس الليلة. كيركي وسام يبدأوا يشتغلوا سوا في المزرعة وكيركي تحمل. في يوم سام يروح يبص على الخنزير اللي أنقذه واللي كبر بقى ضخم. الخنزير يودع ويمشي من المزرعة وسام يقف يتأمل ويسأل نفسه، هو أنا هفضل كده واستسلم ولا أكمل حياتي كده وخلاص؟ وبكده نكون خلصنا فيلم النهاردة، ومع السلامة مع ملخص جديد.